ده احلى بادي روتين هيخليكي نظيفه وناعمه ويور سكين كده is so soft بعد ما تنزلي البحر، البول او اي حاجه ليها علاقه بالصيف. اول واهم حاجه لازم اعملها ان انا احط زيت الليمون او وايت ماسك على الاندر ارمز عندي، لان انت لما تيجي تنزلي البحر مفيش ديودرنت مستحيل يثبت. فاحلى حاجه تخلي فعلا يور سكين ريحتها تجنن ان انت تحطي اما زيت الليمون لان هو ريحته فيري فريش كده في السمر، او انك تحطي وايت ماسك لو عندك، بس طبعا زيت الليمون المفعول بتاعه بيفضل اطول عن الوايت ماسك. تاني حاجه قبل ما بنزل البول او البحر هتحطي كوكونات اويل، زيت جوز الهند، او هتحطي زبده الشيا على يور سكين، لان انتي لما تنزلي البحر او البول دول اكتر حاجتين بتنشف الجسم جامد جدا. حتى لو ميه البحر healthy for our skin بس هي برضو فيها املاح، والاملاح دي برضو بتنشف السكين جامد جدا. فضروري ان انتي تكوني مرطبه جسمك بحاجه تقيله شويه، بحيث ان انتي لما تيجي تنزلي البول او البحر جسمك ما ينشفش خالص. تالت حاجة لما تخرجي من البول او البحر وهتبقي بجد يور سكين زي البيبي، ان انتي لما تاخدي الشاور بتاعك اخرجي حطي يور فيفورت بودي كريم، بس طبعا ما يبقاش سنتد خالص، ما يبقاش فيه عطور خالص، وحطي عليه 2 drops من زيت الارجان، وشوفي يور سكين هتبقى very soft ازاي كل حاجة فيها حاجة. وكمان تقدري تاخدي برضو very small drop من زيت الليمون اللي انت اوريدي حطيتيه وانت نازله البول او البحر على الميكستر اللي انا قلتلك عليه ده to your body، وشوفي برضو ريحتك تبقى very fresh ازاي. تقدري تحطي اما من زيت الليمون او زيت الورد whatever you want، بس فعلا ريحتك تبقى very fresh وتبقي very soft. بس كده، وقولولي لو عايزين more hacks وانتم مسافرين.